السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفة جديدة من مطبخ من النادي. النهاردة هعمل لكم شوربة السي فود بطريقة حلوة جدا وطعم في منتهى الجمال، ومش هتاخد معاكم أكتر من 10 دقايق. السي فود ده مجمد. أنا جايبة كيس كده على بعضه، فيه بيبقى حاجات مشكلة زي ما انتوا شايفينها كده. جبته وغسلته كويس جدا وفتحت الجندفلي وفتحت بلح البحر، وزي ما انتوا شايفين بيبقى فيه كاليماري وكابوريا وبلح بحر واسماك. فلازم نغسلهم كويس جدا من الرمله اللي فيهم ونفتحهم ونحطهم كده في شويه ميه بليمون. وفي الوقت ده نبدا بقى نقطع الخضروات اللي احنا هنستخدمها في الوصفه بتاعتنا. اول حاجه هنجيب بصله واحده، ويفضل يكون بصل احمر. البصل الاحمر دايما بيبقى حلو جدا طعمه مع الاسماك والحاجات اللي فيها سي فود عموما. نقطعه بقى قطع صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. وهجهز حلة احط فيها معلقة من السمنة او الزبدة ومعاها شوية من الزيت، وهحط معاها البصل بتاعي. تمام. وبعدين هقطع بقى بقيه الخضار اللي انا هستخدمه. انا استخدمت فلفلايه واحده، فلفل حامي، انا بحب الاكل سبايسي جدا. وكمان هقطع معاها طماطمايه، يفضل ان احنا نشيل القشر بتاعها ونقطعها قطع كده صغيره. انا حاطه طماطمايه واحده تدي طعم، انا مش عايزه طماطم كتير في الشوربه، انا عايزه بس طماطمايه واحده تديها طعم، مش اكتر من كده. عايزين بقى تحطوا مثلا حزمة كرفس، حطوا كمان، هتبقى طعمها حلو جدا مع الشوربة، هتدي طعم حلو جدا ومفيدة. دلوقتي هجيب كوباية من المية واحط فيها 3 معالق من الدقيق واقلبهم كويس جدا على البارد كده. ما نستناش نحطها في الحله وبعدين نعملها، لا، اعملوها كده زي ما انا عاملاها. كوبايه ميه بره، وتقلب فيها 3 كوبايات من الدقيق، ندوبهم كده كويس قوي. وفي الوقت ده بنشوح بقى البصل لحد ما ياخد لون ذهبي كده شويه، وبعدين نقوم حاطين عليه الطماطم والفلفل ونقلبهم. وبعد كده هنبدأ بقى نصفي السي فود من المية ونبدأ نضيفه. بصوا المكونات بتاعته، في جمبري وفي حاجات حلوة جدا على فكرة، عجبني قوي قوي. ودي يمكن كمية بسيطة، ده نص كيلو. لو انتوا عجباكم المكونات دي ممكن تجيبوا كمية اكتر، وممكن تجيبوا طبعا كل حاجة لوحدها من المحلات بره طازة. ودلوقتي انا بعد ما ضفتهم هضيف عليهم معلقة من الملح ومعلقة من البهارات المشكلة ومعلقة من الكمون، وممكن كمان معلقه من الفلفل الاسود. دي كده البهارات اللي انا استخدمتها، ما استخدمتش اي حاجه تانية غير اللي انتوا شفتوه ده. ونقلبهم كده كويس مع بعض، نديهم تشويحه كده مع البصل والفلفل والطماطم. عايزه اقول لكم من اول ما حطيتهم ريحتهم طلعت، بقت في منتهى الجمال. وادي كده بصوا انا مفتحه بلح البحر والجندفلي ازاي. ودلوقتي ضفت الدقيق في كوبايه الميه اللي انا دوبتها، ضفتهم على السي فود. وكمان هنضيف كوبايه من اللبن، وممكن نص كوبايه مثلا من الكريمه كمان، هتدي طعم غني جدا للشوربه وهتبقى في منتهى الجمال. بس لو ما فيش كريمه نكتفي باللبن والدقيق. ونقلب كده، ممكن نضيف كوبايه لبن كمان عشان تبقى الشوربه حلوه، وتبقى الكمية بتاعت الشوربة كويسة جدا. ونقلب بقى المكونات 10 دقايق بالظبط وهنطفي النار. وخلاص الشوربة بقت جاهزة، هنقدمها بقى في الأطباق كده بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وصفة سهلة جدا وبسيطة ومفيدة كمان. وجربوها كده وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو بتعملوها بطريقة تانية قولوا لي برضو الطريقة بتاعتكم. وكنت معاكم مطبخ من النادي، شكرا لمتابعتكم.